أهلا بحضراتكم مرة تانية. فقرتنا الحوارية عن الظاهرة المنتشرة دلوقتي بين الشباب ومعظم المستخدمين للإنترنت، الظاهرة اللي اسمها الفيسبوك. هندخل من المدخل اللي دخله ضيفنا الدكتور جمال مختار لما كتب هذا الكتاب: حقيقة الفيسبوك، عدو أم صديق؟ الفيسبوك يا جماعة أصبح ظاهرة. يمكن بدأت غرف الشات والبلتوك وبعض المدونات، ثم ظهر موقع الفيسبوك ليتحول إلى ظاهرة يقبل عليها عدد كبير جدا من الأشخاص، ملايين عبر قارات العالم وعبر دول العالم، مستويات عمرية وثقافية مختلفة. ترتكب فيه بعض الحماقات وربما يستغل لارتكاب بعض الجرائم، ولكن له جوانب كتير ممكن تكون إيجابية. عدو ولا صديق يا دكتور؟ هو بالوضع اللي احنا فيه دلوقتي يعني ممكن يبقى مش صديق في حالات كتيرة قوي، لأن الشباب ما استوعبش شوية الموضوع الإلكترونيات والدخول بتاع الإنترنت، والأهالي ما مش مستوعبين برضو إن هم يكونوا مع الأولاد، إن هم يتابعوهم ويرشدوهم. فالموضوع بالوضع الحالي بنعتبر إن هو مش صديق. طبعا ممكن يبقى صديق لو يتوجه كويس، وفي نفس الوقت ما بنعتبروش عدو طبعا بالمزايا الكتيرة اللي هو موجود فيها. طيب، أنت كاتب في مقدمة الغلاف حقيقة الفيسبوك. إيه حقيقة الفيسبوك؟ يعني الفيسبوك هو بالنسبة للشباب حاجة الناس كلها اهتمت بيها، وحصل يعني تجاوب كتير قوي من المجتمع عليه. احنا بس بنحاول نقول للناس يا جماعة الفيسبوك فيه مزايا كتير قوي، فيه عيوب كتير قوي، لازم تكونوا اوير لا، قوي. قبل ما نخش في مزاياه وعيوبه والخلاصه اللي انت خلصت ليها في نهايه الكتاب، ايه السبب في هذه الظاهره؟ احنا بنتكلم على ظاهره اصبح مستخدميها عددهم يقدر بالملايين، وبقى ليها اهتمام، وبقى ليها توجيه لراي عام، وشفنا في الاحداث حتى السياسيه الاخيره كلام كتير مصدره الفيسبوك. فايه السبب في هذا الاقبال؟ هو طبعا وصل الاعضاء بتوعه حاليا وصل لحوالي 80 مليون عضو. سبب ان هو سهل جدا، الموضوع فيري انترستنج، يعني مثير جدا بالنسبه شيق للناس، ومثير شيق للناس. جدا. والسهوله في تحميل الصور، والسهوله في الاجتماعيات، انك تتبادل الاجتماعيات. الابلكيشنز بتاعته مصممه بطريقه سهله جدا. موضه، يعني من احد الموضات. انت بتخش على الانترنت عاده بتخش. يعني انت لاحظت انه ممكن يكون نوع من الوجاهة الاجتماعية، يعني انه حد يقول انا على الفيسبوك او عندي صفحة على الفيسبوك في او وبرستيج، هو يعني الاي دي بتاعك دلوقتي هو بقى الفيسبوك. ما هو جمال مختار، ما هو تامر بسيوني، ما هو اي حد. هو الصور بتاعته، اصدقائه ومعارفه، والوضع العام بتاعه، بيخرج فين وبيعمل ايه، والاهتمامات بتاعته، وعدد الاصدقاء بتوعه اللي هم قد يكونوا مش عدد يعني للحقيقه، يعني عدد كل واحد بيحط اصدقاء وبيزود عدد كبير قوي من الاصدقاء، ومش شرط عشان يبان ان هو محبوب. بالظبط كده. هو في بعض الاصدقاء المدمنين الفيسبوك قالوا لي انها فرصه غير انها للتعارف وكسب صداقات جديده، للبحث عن المعارف والصداقات القديمه. يعني قال لك انا بقى حطيت صورتي ومعلومات عني، فاكتشفت ان في ناس من زملاء الدراسه وزميل تخته وحد كان معايا في الحضانه قال انت مش فاكرني، وابتدوا يتواصلوا، ودي الطريقه الوحيده اللي كان ممكن بيها نتقابل. هو بلا شك حصل معجزات، ان كل واحد فينا كان مش متخيل ابدا انه يقابل كل الناس اللي قابلهم من الاصدقاء القدامى اللي احنا يعني فقدنا الامل ان احنا نلاقيهم. بعد انت كمان مش لقيته، بس انت لقيته كان عايش ازاي، ويتجوز مين، ويخلف مين، ومين صحابه، ولقيت ان احد الاصدقاء بتوعه هم برضه كانوا اصدقاء ليك. فالموضوع تساهم بكتير قوي ان هو ناس كتير قوي تلاقي بعض، ودي من احدى الحسنات الايجابيات للفيسبوك طبعا. لكن في الكتاب نماذج لجرائم ارتكبت عبر الفيسبوك. تفتكر الناس اللي مقبلة على التعاطي او التعامل مع الفيسبوك مش مدركة انه لما بيحط فيلم او بيحط صورته او بيحط معلومات عن نفسه ممكن ان تستغل بشكل او باخر ضده هو شخصيا؟ يعني تركيب الصور وفبركة الموضوعات، عارف انت يا دكتور؟ هي من ضمن المساوئ اللي بنقولها، يعني الاشتراطات الخصوصية دي حاجة صعبة قوي. الكلام اللي هو بيقوله في الاشتراطات الخصوصية ان انت كل اللي حطيته على الفيسبوك اصبح مملوك لإدارة الفيسبوك. من حقه يبيعه، من حقه يحط المعلومات دي يتشارك بيها مع اطراف تانية. من حقه لو طلب منه معلومات عن الناس الاعضاء يديها لهم، لو هو شايف ان هي من حقه مثلا زي مخبر خاص، من حقه يبيع الحاجات دي لشركات تسويق. هو أسوأ ما فيه كمان ان الصور من حق الاعضاء ان هم ياخدوها يعملوا لها داونلود،
وده من الحاجات اللي مش مفهومه يعني النهاردة. يحملوها يعني طب انا فين الخصوصيه هنا فين؟ وبالتالي يمكن استخدامها استخدامات اخرى. وفعلا وحدث. تستخدم، وفعلا تستخدم كتير قوي، يحصل انتحالات لشخصيات كتير قوي، يحصل ناس بتطلب فلوس، ناس بتتعامل بطريقه فيها صحيح. ابتزاز وفيها نصب، ناس بعض الفنانين زي تامر حسني عمل على اليوتيوب قال انا يا جماعه لا ليا فيسبوك ولا ليا اكونت ولا ليا، ولا الناس اللي عامله اكونت باسمي ديت مش انا، لان في ناس انتحلت تامر حسني. جمهوره ممكن. يعني في ناس لما بتنتحل، طب انا النهارده بنت معجبه بتامر فبكلم تامر وهو بيكلمني وانا مش، هو مش تامر، فدي برضو حاجه يعني مش ده بخلاف بقى طبعا الظاهره السلبيه جدا بقى، وهي فكره ان بعض الفتيات اللي بيعرضوا نفسهم في الفيسبوك ويحطوا صورهم وبيبتدي التعارف عن طريق الفيسبوك، ودي الحقيقه عامله مشكله كبيره. وبتطلب منك بطريقه دفع، وسيله دفع سهله قوي، ولا كريدت كارد ولا اي حاجه، بتقول لك اشتري كارت محمول واشحن لي واشحن واديني الكارت. طيب بس خلينا علشان ما يبقاش بنبص للجانب السلبي بس، دي طبعا سلبيات يجب انها تصحح نفسها، احنا مش عايزين يبقى في رقابه عليها، بس في النهايه لازم فكره الحريه دي تصحح نفسها بنفسها وتعالج اخطائها. بس انت مش شايف ان اقبال الناس بالملايين على هذه الظاهره او على هذا المجال فيسبوك سببه ان هو اتاح لهم فرصه رائعه للتنفيس والتعبير؟ لان مش اي حد عنده الفرصه ان هو يعبر في الفيسبوك، اي حد بيقول اي حاجه وبيقول كل آراءه، وحتى بيوصل فيها درجة الشتيمة والسب والقذف، بس في النهاية بيقول، وده تنفيس لكبت كبير. بيقول وبيتسمع وبيتجاوب، وممكن تعمل مثلا جروبس، في جروب لاحباء تامر بسيوني، في جروب لاعداء جمال مختار، في جروب لاي اي حاجه، ممكن تعمل الجروب اللي انت عايزه، بتتفاعل مع الناس، هو مسهل لك حتى لما تيجي تعمل جروب ازاي تكلم الناس، وازاي تبعت لهم ميلز، وازاي تحط ممكن تاخد فيديوز من اليوتيوب، هو عامل انتجريشن بين مواقع كتيره قوي، هو كمان دخل الشات، بقت يعني بقى وان ستوب شوب، مش محتاج ان انا اسيب الفيسبوك عشان اخش على قد ايه مجال التسييس في الفيسبوك؟ التسييس من ناحيه ايه يعني بمعنى انه يعني زي ما حصل في على موقع جوجل مثلا، تتحط صورة ابو تريكة وهو رافع التيشيرت بتاعه في بطولة افريقيا، ثم ترفع، يستغل سياسيا للتعبير عن بعض الآراء السياسية. انت عارف انه الإدارة الإسرائيلية اعترضت في بعض الأحيان على بعض ما على جوجل ايرث مثلا على تصوير بعض المناطق، وقالت انه كتائب القسام بتستخدمها. هل يعني لعبة المخابرات داخلة فيه؟ هو يعني جوجل نضج شويه كموقع، الفيسبوك هم حتى اللي عملوه ما كانوش متخيلين هذا الاقبال الشديد، وهم اتاحوا ان هو يطور ارزاق يا نفسه. دكتور بقى، بالظبط بالظبط، هم بيطلعوا فلوس ما شاء الله يعني. فالجيش الاسرائيلي منع الجنود انهم يحطوا معلومات عنهم حتى لا تستغل. طبعا هم اتهموا جوجل ايرث ان هو بيسهل فعلا لكتائب هتفجر، ان هم كمان بقى جوجل ايرث بقى ادق بكثير مما قبل. فهو حتى لو استغل في السياسه، هو يعني وسيله للتنفيذ. انت عندك ممكن تعمل مظاهره قدام البيت الابيض في امريكا وتقول اللي انت عايزه، فهو هنا نفس الحكايه، هو سايب الوسيله متاحه. مشكلتنا عدم النضوج في التعامل مع الحاجات دي، مشكلتنا عدم الاستبيان. انا لسه قلتها قبل كده، احنا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نحن لا نتبين. فبتسمع دعاوي تحريض بتستجيب ببشاعه، بتسمع دعاوي بتطلق شائعات وبتتصدق. بالظبط. جماعات بتوقع بين السنه والشيعه، جماعات بتوقع بين الاديان وبعض، يعني مش يجب ان يعني يحصل نوع من النضج في هذا الموضوع. دكتور. عندك موقع على الفيسبوك يا تامر؟ لا للاسف. انا شفت كتير لك موقع. انا شفت التامر، شفت لك موقع ليا بس مش بتاعي. حد عامل لك يعني؟ حد عامل لي عمل. انت وتامر حسني. دكتور جمال لسه قال كده. اي تامر. خلي بالكم يا جماعه. دكتور، في نص دقيقة ما خلصت إليه في نهاية الكتاب من غير ما نحرق الكتاب عشان طيب. نعمل دعوة للناس. هو يعني احنا بنقول للأهالي أولا، يعني دايما بقول إن كبر ابنك خويه. طب هتخويه إزاي؟ لازم تكون مهيئ تكنولوجيا للتعامل مع ابنك، لازم تكون فاهم توجهه إزاي وترشده إزاي. لازم قبل ما يتحول الأمر إلى جريمة، إن ابنك يتهم في جريمة وتلاقي نفسك رايح في الرجلين عشان خاطر حاجة عملها ابنك، لازم تكون فاهم إنك توعيه، تعرف إيه اللي بيحصل داخل هذا الجهاز اللي موجود في البيت اللي أنت اشتريته لابنك، سواء لابتوب او كمبيوتر عادي. انت لازم تكون مجاري تطورات وفاهم ايه اللي بيحصل، وبتوعي زي ما احنا قلنا لاولادنا زمان، ما تقعدوش مع حد غريب، لو حد ادالك حاجه تاكلها ما تاكلهاش. نفس الحكايه لما يجي لك شات روم، لما يجي لك فرصه انك تخش في جماعه، او لما يجي لك صوره من صور الابتزاز او النصب، ما تخشش فيها، ما تتجاوبش، عشان ما يؤديش الامر لتفاقم المشكله بالصور اللي بتوصل اليها. دكتور جمال، مبروك على الكتاب، وانا عارف ان هو موزع كويس، وشرفتنا في البيت. ميرسي جدا. ميرسي.